هنعمل النهاردة وصفة للدايت حلوة جدا بالكوسة، سعراتها قليلة، وهكتب لكم السعرات في اخر الفيديو. اول حاجة بجيب طبعا الكوسة وبقشرها وبقطعها زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي كده، سهلة وبسيطة ومش هتاخد وقت معانا. كمان بجهز جزر مقطع، حوالي جزرتين وحوالي طماطمتين او 3 وبصلاية. كمان في بصلاية متقطعة قطع صغيرة مضروبة في الكبة. كمان عندي هنا لحمة مفرومة طبعا مخصوصة للكفتة، هنعملها بالكفتة. هنحط بيضة، كمان ملح وفلفل والبابريكا وبهارات عندي كفتة هنزل بيهم. بحط بصلاية برضو معصورة من المية بتاعتها، مفيهاش مية. هحط كمان شوية من البقدونس، ممكن نكتر بقدونس زي ما احنا عايزين، طبعا فوائد البقدونس كتيرة. هقلب كل الخليط ولغاية ما ينعم كده خالص وارجع لكم تاني. كده قلبت كل الكفتة زي ما انتوا شايفين كده. هحطها في التلاجة بقى لغاية ما ترتاح كده شوية على بال ما نجهز الكوسة. هجهز بقى عندي الكوسة، هحط معلقة كبيرة من زيت الزيتون، ونخلي بالنا ما نكترش برضو لان كل دي بتبقى فيها سعرات عالية. وكمان ممكن نبدل زيت الزيتون بمعلقة من السمنة، وبرضو ما نكترش، دي اهم حاجة لان سعراتها عالية. صحيح دهون صحية بس برضو الكمية تكون على القد مش كتير. هنزل بالبصلاية واشوحها. نخلي بالنا برضو ما نسخنش زيت الزيتون، يعني يا دوبك نحطه كده على البرد ونحط عليه الحاجة على طول، يعني مش عايزين زيت الزيتون يكون يتقلى او يسخن جامد زي ما احنا بنعمل في الزيوت التانية. هنزل كمان عندي هنا بالطماطم والجزر والبصل، وننزل بالكوسة، وهو تقريبا كيلو كوسة طبعا حسب عدد الناس اللي ممكن تاكل يعني. عايزه اقول لكم بقى ان الوصفه دي هتطلع بجد خطيره رغم انها صحيه، وساعات الناس بتفتكر ان الاكل الصحي ما بيبقالوش طعم. احنا النهارده هنعمله بطعم لذيذ، مع كمان وجود الكفته هتديلها طعم حلو جدا. بشوح عندي بقى هنا الخليط وبغطيه لغايه ما يستوي نص تسويه كده. وما ننساش طبعا بنحط الملح بتاعنا والفلفل وبهارات اللحمة والبابريكا والثوم البودر والبصل البودر، وطبعا دي بتدي نكهة حلوة طبعا للاكل بتاعنا وبرده مفيدة. هقول لكم برضو في الصفحة كل فوائد الحاجات دي. وهقلب كل الخليط عندي وبسيبه بقى يستوى زي ما احنا قلنا نص تسوية كده، عشان لسه هنحطه في الفرن. عايزه اقول لكم كمان لو عندكم اير فراير ممكن نسويه نص تسوية ونحطها في الاير فراير، وبعد كده بنحط الكفتة. هسيبها بقى تستوي وارجع لكم تاني. لو حابين برضو تحطوا صوص طماطم عشان ما تبقاش ناشفه كده، او عصير طماطم، ممكن نحط عصير طماطمتين هيديها برضو طعم ويخلي فيها صوص كده. بس برضو ما نكترش الطماطم علشان احنا هنحط الكفتة هتبقى من فوق، فمش عايزة الكفتة يعني تبقى ملامسة للصوص عشان تبقى زي المشوية كده بالظبط. هنجهز بقى الكفتة ونعملها بعصايات الشيش طاووق، او لو بالعصايات التخينة بتاعة الكفتة هنعملها بالطريقة دي. هنحطها بالطريقة دي كده. كده احنا جهزنا كل الكمية على قد ما اخدت عندي. هنا الشبكة عندي الصينية هنا كده جهزت، نبتدي نحطها بقى بالراحة كده على الصينية وهندخلها الفرن. يا دوبك بس الكفتة تستوي يعتبر الكوسة استوت، تاخد بقى كده تستوي تاخد وش ونطلعها ونشوف النتيجة ايه معاكم.
هناخد دهنة كده بسيطة خالص من السمنة عشان تحمر الوش بتاعها. عندي الكفتة طالعة تحفة جدا، وعايزة اقول لكم طبعا ان احنا مش ضفنا لها ولا دقيق ولا نشا ولا عيش زي ما اي حد بيضيف، يعني كفتة صحية 100%. وطبعا الخضار عندي تحفة. طبعا ممكن نوزن بقى الكمية اللي احنا ممكن ندخلها في الدايت، وهي 150 جرام من الكفتة مع الخضار. يلا نشوف واحدة كده مع بعض. تحفة بجد، ومستوية خطيرة وطرية. طبعا ان احنا ما بنحط الكوسة تحت بتعمل لها زي بخار مية كده، ما بينشفش معانا الكفتة، فطلع تحفة. المحتويات اللي احنا هنستخدمها حوالي هنا 80 جرام او 100 جرام، لغاية من 80 ل 100 جرام من الرز، ويكون مسلوق وما يكونش طبعا مستوي بسمنة كتير. هنحط كمان كفتتين وزنهم 150 جرام. هنحط كمان طبق من الكوسة اللي احنا عملناها، ممكن نحطه لوحده او ممكن نحطه على الطبق. وكمان طبق سلطة مهم جدا، الالياف مهمة جدا. ممكن نقطع طماطمايه وخيارايه وبصلة صغيرة وجرجير، ونحط ليمونة او نص ليمونة ومعلقة صغيرة من زيت الزيتون. منكترش برضو الدهون الصحية، يعني كفاية معلقة صغيرة. المعلقة صغيرة بيبقى فيها 45 او 50 سعر حراري، فكده حلو جدا، يعني وجبة حلوة جدا. و لو حد عنده مقاومة انسولين بنقلل الرز ل 80 جرام. لو ما فيش حد او بيعمل دايت بس، ممكن ان احنا بنخلي الرز 100 جرام. وهقول لكم اخر الفيديو كل السعرات، وفيها كم كربوهيدرات وبروتين ودهون صحية، او كمان الخضار والفيتامينز اللي بيبقى موجود فيه. تابعوني بقى على الصفحة، وما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير. طبق لذيذ جدا، طبق لوصفة دايت حلوة جدا. هقول لكم كل المكونات بتاعته، وهقول لكم برضو السعرات بتاعته. عندي هنا 150 جرام من الكفتة، طبعا بتكون متوسطة الدهن. عندي طماطم وخيار وبصل وجرجير وليمون، نص ليمون، ومعلقة من زيت الزيتون، دهون صحية برضو مفيدة جدا. وممكن نقول طماطماية او 2 وواحدة خيار وبصلاية صغيرة. عندي هنا برضو الكوسة، ممكن نقول برضو 3 كوسات في الوصفة او الطبخة اللي احنا عملناها. الرز حوالي ممكن من 80 جرام ل 100 جرام. اللي عنده مقاومة انسولين كفاية عليه قوي 80 جرام من الرز يكون مستوي. طبعا بنقيسه بعد السوى، يعني مش بناخد 80 جرام وهو لسه مستويش، لا ده بعد السوا بنوزنه. طبعا قلت لكم انه مهم جدا يكون عندي ميزان علشان اوزن عليه كل حاجة. واحلى دايت بجد تمشوا عليه هو الدايت السعرات، حلو جدا وفعلا بيخسس. والميزان مهم جدا، علشان ممكن الطبق ما بيبينش ايه الكمية مظبوطة بالظبط. يعني ممكن تشوفوا طبق زي ده موجود هتحسوا ان هو مش عارفين الوزن بتاعه قد ايه والكمية قد ايه. فمهم جدا الميزان. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير. باي باي.